بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله اخترت اعمل معاكم اكلات سريعه كده عشان خاطر بقى لزوم جو الامتحانات بقى، وان احنا مزنوقين في مذاكره ولادنا، فهنعمل مع بعض طبعا اكلات سريعه كده. طبعا انا معايا يعني بصلايه مفرومه مع فصين من الثوم مع قرن من الفلفل، ونزلت بحوالي 5 معالق من الزيت، وابتديت اتبل البصله زي ما انتم شايفين. طبعا المكرونه من الاكلات السهله السريعه، لا يعني ايه، احنا مش عايزين الايام اللي جايه ان احنا نعمل اكلات صعبه بقى عشان ننتبه لاولادنا بقى نجيب مجموع كويس ولا ايه. ربنا يوفقهم وينجحهم يا رب. طبعا احنا كده نزلنا بعصير الطماطم او بالصلصه، انا عندي صلصه متوفره، ونزلت بقى ببهارات مشكله وشويه من الكمون والفلفل الاسمر، وبرده معلقه من البابريكا، ولازم مكعب ماجي، 2 مكعب ماجي، نزلت بمكعبين من الماجي يعني. وابتديت برضو معلقه من السكر، وهنا هبتدي طبعا اعصج اللحمه المفرومه، نزلت بمعلقتين من السمنه على ما، او نزلت باللحمه، معلقه بابريكا على فلفل اسمر، وابتديت ان انا ايه اتبل اللحمه المفرومه. وطبعا هنبتدي ننزل بالبصله بتاعتنا عفوا، زي ما انتم شايفين كده. طبعا ايه، نزلت بالفلفل الاخضر، وهبتدي طبعا ادبله كده مع اللحمه. وهنبتدي طبعا بقى نزود طبعا بعد ما الصلصه اتسبكت تماما، نزلنا طبعا بكوبايتين من الميه، لازم نضيف ميه عشان الصلصه لو هي خام طبعا هتخلي المكرونه تجرمز ومش هتستوي مننا، فلازم اضافه الميه طبعا. وهنبتدي طبعا ندهن الطواجن بتاعتنا، وننزل بقى باللحمه المفرومه في قعريه الطاجن زي ما انتم شايفين كده. سهله جدا يعني، اسهل الاكلات المكرونه الطواجن دي يعني، اسهل من المكرونه العاديه كمان يعني. وهنبتدي طبعا زي ما انتم شايفين هننزل باللحمه المفرومه. وطبعا انا معايا مكرونه قلم، ممكن تتعمل باي نوع مكرونه عادي برضو يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا انا هضيف المكرونه زي ما انتم شايفين كده، طبعا مش هنملى الطاجن قوي يعني، عشان يبقى فيه مساحه ان احنا طبعا نحط الصلصه بتاعتنا، ويبقى فيه انها تستوي كويس يعني. تمام. وهنبتدي طبعا ننزل بقى بالصلصه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. ولازم طبعا ايه يعني نلحلح المكرونه كده بالمعلقه، بحيث ان الصلصه تنزل في قعر الطاجن يعني. تمام. لا اله الا الله. زي ما انتم شايفين كده، انا طبعا معايا المعلقه، وببتدي زي ما انتم شايفين كده ان انا ايه يعني احرك المكرونه كده بحيث الصلصه تنزل برضو زي ما قلت لكم في قعريه الطاجن. وهبتدي اكمل بقى عيار الصلصه بتاعتنا، لازم طبعا تكون مغطيه المكرونه او بسوى المكرونه يعني. وهنبتدي نغطي عليها، وطبعا ندخلها الفرن. وما شاء الله كده خلصت معانا. متنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. زي ما انتم شايفين تحفة جدا يعني، ما شاء الله. أكلة سهلة وسريعة، وأنا قدمت معاها سمبوسة ومستوية وجميلة جدا ما شاء الله. تحفة يعني ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.